السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بقالي كتير قوي 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 ما نزلتش فيديوهات. بس كان عندي ظروف بصراحة، كان غصب عني. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة. وربنا يعود علينا الأيام جميعا بالخير واليمن والبركات يا رب. النهاردة بقى عندي فيديو كده ظريف لذيذ. طبعا كلنا بيفيض عندنا أحيانا بواقي، بالذات لما يكون عاملين عزومة. بيفيض عندنا بواقي فراخ، بواقي لحمة، بواقي رومي، حتى لو قطعة. لو عاملين عزومة أو كده وفايض عندنا حاجة، وأحيانا ولادنا ما بيرضوش ياكلوها تاني، يبقى أحسن حاجة إن احنا نعمل لها إعادة تدوير بطريقة حلوة وظريفة جدا. هنجيب عندي طاسة حلة صينية أي حاجة يعني. هننزل بقطعة سمنة، زبدة مع زيت، زي أي مادة دهنية. هنزل بمكعبات جزر بتقطعها صغير عشان تستوي بسرعة. هنشوحها شوية، وبعدين هنزل عليها ببسلة. طبعا الخضار اختياري برضو، يعني أي نوع خضار انتوا عايزينه، بس هو بصراحة أفضل حاجة مع الرز بيبقى البسلة والجزر. التوابل اللي عندي هحط ملح قليل طبعا جدا، ربع معلقة بس عشان الرز متحد يعني فيه ملح. ونص معلقة تقريبا كركم، ونص معلقة كاري، ونص معلقة فلفل أسمر، معالق صغيرة طبعا، نص معلقة صغيرة. هنزل بالتوابل دي معاها. على فكرة أنا كمان نسيت أقول لكم إن إعادة تدوير للبواقي وكمان رز، يعني أنا عندي رز أبيض في التلاجة من امبارح، والولاد مش هياكلوه، ما بيحبوهوش بايت. فإحنا عملنا إعادة تدوير للاتنين من بأكلة جديدة خالص. فراخ بقى أو رومي أو لحوم أي حاجة، بنقطعها قطع صغيرة طبعا مستوية، وبنزل بيها على البسلة والجزر. طبعا الرز ده ممكن نعمله من غير اللحوم، بس انا استغلال للبواقي. على فكرة البسلة والجزر استووا من التشويح، مش محتاجين، بس انا حطيت ربع كوباية مية بس، علشان ايه يعني يتجانسوا كده مع بعض، والرز ياخد الطعم من البسلة والجزر مع بعض. وقلبتهم وسبتهم 5 دقايق كده بس على النار، وبقى بالشكل ده. والله احلى طبق رز هتاكلوه. الطعم في منتهى الجمال، ما رميناش حاجة، استغلينا الرز اللي عندنا، واستغلينا البواقي الحاجة اللي باقية عندنا. والبسلة والجزر كانوا عندي، أخدت شوية منهم. فأنا كده ما عملنا أكلة مغذية جدا، وما جبناش أي حاجة من بره، وفي نفس الوقت ما رميناش أي حاجة. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو منكم، بيفرحني وبيسعدني ويشرفني اشتراككم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.